برحاب هذا المكان الطاهر بمسجد الشيخ زايد الكبير بأبو ظبي، الذي يعد صرحا إسلاميا بارزا ونموذجا للإبداع المعماري والهندسي بالعالم الإسلامي، أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورفقة أخيه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل صلاة الجمعة. وقد شكل الحياء موضوع خطبتي الجمعة، حيث أبرز الخطيب أن الله سبحانه عز وجل جعل منه من أعظم الأخلاق، فالإسلام حثنا على التزام الحياء في نصوص متعددة وبأساليب متنوعة، ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الحياء شعبة من الإيمان، فقال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء بالذكر دون غيره من شعب الإيمان، لأنه يقود إلى بقيتها، والحياء طريق المرء إلى الطاعات وسبب لجني الخيرات، والحياء حصانة للمسلمة وحصن للمسلم من المعاصي، فمن استحيا من الله عز وجل غض بصره وحفظ جوارحه وعف لسانه وطهر قلبه وارتقت أخلاقه وسمى تعامله مع الناس. وقد تم رفع أكف الضراعة للعلي القدير بالدعاء الصالح المستجاب. الله أكبر، الله أكبر، الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الله أكبر، الله أكبر. وبعد أداء الصلاة قام أمير المؤمنين نصره الله بزيارة قبر المغفور له المرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أكرم الله مثواه والترحم عليه. ويقوم جلالة الملك حفظه الله بزيارة خاصة لأبو ظبي، حيث حضر الاستعراض الذي نظمته دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة تخليد يومها الوطني 43.